السلام عليكم حبايبي. أنا أماني محمد. شوفي يا ست الكل، جايبالك مشروع مكسبه مضمون بإذن الله، وكل رأس ماله شوية لبن. هتعملي الجبنة القريش بالجمال اللي انت شايفاه ده، وكمان هتعملي القشطة والزبدة الفلاحي اللي بنعمل منها السمنة البلدي. انت بس تابعيني للنهاية وأوعدك تستفيدي. يلا بينا، اذكروا الله وصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف الفكرة مع بعض. أهم شيء في الموضوع كله إن اللبن بتاعنا يكون فلاحي ويكون لبن جاموسي كمان، وتكوني جايباه من ناس موثوق فيها، وبكده تضمني اكبر استفادة من اللبن. ولازم الحلة اللي هنستعملها تكون نظيفة وتكون ناشفة تماما من المية. انا معايا 13 كيلو من اللبن، قسمتهم على 4 حلل بالشكل ده زي ما انت شايفة. ولازم تصفي اللبن بتاعك بشاشة او قماشة خفيفة علشان تضمني نظافة اللبن بتاعك. وملحوظة مهمة جدا، اللبن اللي هتستعمليه لازم يكون طازة. الناس اللي بجيب منهم الله يبارك لهم، بمجرد ما بيحلبوا اللبن بيجيبوهولي على طول. بصفي اللبن وبحطه في الحلل وبحطه في الفرن بتاع البوتاجاز علشان بس يكون بعيد عني وعن الاولاد. انا مش عايزه اي حد يحرك اللبن، والفرن لا بشغله ولا بدفيه ولا اي حاجه خالص. هقفل باب الفرن بتاعي وهتسيبيه من 2 ل3 ايام ونص، بيكون حسب درجه حراره الجو. طبعا كل ما كان الجو برد كل ما كانت المده اطول، وكنت طبعا لازم افتح عليه مره في اليوم علشان اشوف اللبن قطع ولا لسه. طيب يعني ايه اللبن قطع؟ يعني تحسي ان اللبن كله بقى كتلة واحدة والقشطة اتكونت على وش اللبن. بعد 3 ايام اللبن قطع معايا، اخدته وحطيته على رف التلاجة. والخطوة دي مهمة جدا صدقيني، لانها بتخلي القشطة تتماسك وتجمد، وبكده تقدري تشيليها كلها من على وش اللبن. يعني لو اول مرة هتعملي الموضوع ده هخليكي استاذة، اتبعي بس كل اللي اقولك عليه. هنسيب الحلل بتاعتنا في التلاجة 2-3 ساعات. وادي الحلل بتاعتنا لما طلعتها من التلاجة، ودول شوية من البداية كنت حطاهم في البولة وهقولك هعمل بيهم ايه. بعد كده هصفر الميزان بتاعي وهوزن الحلة اللي هجمع فيها القشطة. الحلة وهي فاضية وزنها كان 405 جرام. وتعالي شوفي بقى ازاي هنشيل القشطة بمنتهى السهولة. بعد ما طلعناها من التلاجة بضغط بالمعلقة على جوانب الحلة بالشكل ده علشان افك القشطة من الجوانب، وبعد كده هتلميها بالمعلقة بالشكل ده، هتتجمع كلها كتلة واحدة. وشفتي بقى فايدة انك تحطيها في التلاجة، وهتلاقي ان القشطة واخدة ملمس وشكل لوحدها غير اللبن الرايب الموجود تحتها. وركزي معايا بقى لو هتعملي الفكرة دي مشروع. القشطة دي لوحدها بتتباع بالكيلو، وهنا بقى انا هوزن لك القشطة اللي طلعت معايا من 13 كيلو من اللبن. وكل ما كان اللبن بتاعك دسم هتزيد معاكي كمية القشطة اللي هتطلع من اللبن. وزنت القشطة اللي طلعت معانا وطلع وزنها 2383 جرام بالضبط. هطرح منهم 405 وهو وزن الحلة وهي فاضية، هيديني صافي القشطة بتاعتنا وهو 1978 جرام، يعني 2 كيلو إلا جرامات بسيطة. بعد كده هشغل نار الفرن وعايزاها تكون عالية، وده شكلها من فوق ومن تحت. وعايزة الفرن يسخن جدا، يعني بالبلدي كده احمي الفرن بتاعي. ولما الفرن يسخن معايا جدا هقفل النار وارص الحلل بتاعتي بالشكل ده، وده طبعا بعد ما شلت القشطة، واقفل عليهم الفرن واسيبهم لمدة تلت ساعة. وتعالي نشوف هنعمل ايه بعد كده. الحصيرة دي بتتباع في الاسواق لعمل الجبنة القريش، ورخيصة جدا على فكرة، مش غالية. انا كنت شارية حصيرتين. هجيب صينية وعليها طبق وهحط الحصيرة بتاعتي بالشكل ده علشان شرش الجبنة ينزل في الطبق. وادي شكل الجبنة بتاعتنا بعد ما طلعناها من الفرن. تعالي اقولك احنا بنحطها في الفرن اصلا ليه. فيه ناس ما بتعملش الخطوة بتاعة الفرن، لكن الخطوة دي مهمة جدا. الخطوة دي بتخلي الجبنة تجمع معاكي ويفصل منها الشرش، ولما تحطيها على الحصيرة بالشكل ده ما تنزلش على هيئة فتافيت في الشرش اللي بينزل منها، وهتلاقي الشرش نازل نظيف زي الفل. وشايفة شكل الجبنة بتاعتنا وجمالها، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. انا معايا 4 حلل، هحط كل حلتين على حصيرة. واعملي بقى باقي الخطوات زي بالشكل ده. انا بضم الحصيرة على بعضها بالشكل ده علشان اضغط الجبنة مع بعضها وانزل الشرش منها. لازم انزل اكبر كمية اقدر عليها من الشرش قبل ما اعلق الحصيرة بتاعتي علشان ناخد الشكل الجميل بتاع الجبنة القريش بالحصيرة. طيب انتي لو ما عندكيش حصيرة اصلا ممكن تعملي ايه؟
هتصفي الشرش منها بنفس طريقتي في تصفية الشرش من الجبنة الفلاحي اللي عملتها معاكم الفيديو اللي فات، وتطلعيها على شكل مربعات زي الجبنة الفلاحي اللي كنت عاملاها الفيديو اللي فات. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. هنا بقى هنرش رشة من الملح على الجبنة بتاعتنا علشان طعمها يكون مظبوط كمان. ما شاء الله اللبن بتاعنا مطلع كمية جبنة ممتازة، وده لأن اللبن فلاحي ودسم بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك لأصحابه يا رب. أهم شيء إنك تجيبي لبن فلاحي من ناس موثوق فيها. يعني إيه موثوق فيها؟ يعني ما بتغشش اللبن وبتراعي ربنا، ودي أكتر حاجة تخلي المشروع ينجح معاكي. خلاص كده بعد ما صفيت أكبر كمية من الشرش من الجبنة بتاعتنا، هربط قطع من القماش في الحصيرة بالشكل ده علشان أعرف أعلقها بسهولة. والله المشروع ده يا حبايبي كله خير، كله رزق وخير هيكون موجود في بيتك. هتقوليلي طيب يا أماني ما تعمليه انتي؟ هقولك يا ستي أنا بشتغل مدرسة اقتصاد منزلي، وعندي بيتي وأولادي كمان ربنا يحفظهم ويحميهم، وبرجع من شغلي متأخرة وورايا شغل البيت وشغل قناتي كمان، فيا دوبك ألحق أوفق بين ده كله. لكن صراحة المشروع ده داخل دماغي قوي. ده انتي حتى والله لو مش هتعمليه مشروع هتملي بيتك خير ملوش أول من آخر. هتعملي الجبنة القريش، وهتعملي القشطة، وهتعملي الزبدة الفلاحي، وكمان هتعملي السمنة البلدي، حتى الشرش اللي بينزل من الجبنة هتعملي بيه أحلى معجنات. وأخدنا الكلام نرجع بقى للجبنة بتاعتنا. بعد ما صفيت أكبر كمية من الشرش من الجبنة علقتها في المطبخ عندي بالشكل ده. أنا هنا بقولك شايفة الشرش اللي نازل من الجبنة؟ شايفة ما شاء الله ما فيهوش اي فتافيت جبنة ولا اي حاجة، وده لاننا حطينا اللبن الرايب في الفرن بيخلي الجبنة متماسكة زي ما انت شايفة معايا كده. ودول كانوا الحلتين التانيين، هحطهم على الحصيرة التانية بالشكل ده. هرش عليهم رشة من الملح، واحاول ادخل الملح بصوابعي في الجبنة نفسها. وعلى قد ما تقدري بقى يا ست الكل حاولي تتخلصي من اكبر كمية من الشرش الموجود في الجبنة. بتمسكي الحصيرة بالشكل ده زي انا ما بعمل كده وتضغطي على الجبنة، هتنزل الشرش بتاعها، وتحاولي من وقت للتاني تظبطيها على الحصيرة كده زي انا ما بعمل. هعلق الحصيرة التانية دي كمان جنب الحصيرة الاولى بالشكل ده. وابن الله يكرمه يا رب كان بيمسك معايا الحصيرة علشان اربطها كويس في خشب المطبخ. ولازم تحط صينية تحت الحصيرة علشان لسه هينزل منها شرش كمان. فيه ناس بتعمل مكان مخصص تعلق فيه الحصيرة علشان يكون سهل بالنسبة لها. ونيجي بقى لشوية اللبن اللي كنت حطاهم في البولة، اخدت منهم طبقين وهضربهم في الخلاط، والمتبقي ده تعملي منه احلى معجنات. وادي اللبن الرايب اللي بتشتريه من المحلات عملناه في البيت اللي بيهضم ويرطب على المعدة كمان، ده غير انه طازة وطعمه تحفة. وتعالي نشوف هنعمل ايه في القشطة بتاعتنا. ممكن تضربيها بالمضرب الكهربائي او حتى بالعجان وبتخلص معاكي بسرعة جدا. انا هنا هضربها بايدي علشان اقولك ان الموضوع سهل جدا، وركزي معايا هنا لاني مش هفصل التصوير هنا خالص. انا بقلب القشطة وادعكها في بعضها بالشكل ده. انا بس هطلع واقعد جنب الحلة علشان امسك الحلة واقدر اتحكم فيها كويس. انت كل ما تقلبي هتلاقي القشطة في البداية شكلها عامل زي الكريم شانتيه، يعني بتكون طرية وملمسها ناعم شوية، لكن كل ما تقلبي هتلاقي القشطة قوامها بيتغير وهتبدأ تتكتل معاكي والقوام بيجمد شوية. وهنا بقى ما شاء الله كانت بدأت تفصل معايا، بدأت تجمد وتتكتل، والزبدة هنا بدأت تظهر، ولبن الخض هيظهر اهو. ما اخدتش وقت خالص، انا ما فصلتش التصوير. يعني الموضوع مش صعب ولا محتاج خبرة ولا اي حاجة، ولو اول مرة في حياتك بتعمليها هتعمليها بمنتهى السهولة. ولبن الخض اول ما يظهر ما توقفيش تقليب، قلبي كمان علشان كل اللبن الموجود في الزبدة ينزل منها. واللبن اللي بينزل ده شيليه وحطيه في كيس في الفريزر، وهسيبلك لينك في صندوق الوصف واقولك تعملي بيه ايه. اوعي ترميه لانه كنز كبير. بعد كده شكلي الزبدة بتاعتك. كنت دايما اشكل الزبدة بتاعتي واحطها بعد كده في بولة فيها مية وفيها كمان مكعبات من التلج، لكن الجو برد اصلا والمية نازلة من الحنفية متلجة، فهاخد
اخد الزبدة بتاعتي واروح عند الحوض واشطفها قطعة بقطعة تحت الحنفية وبسرعة، واحطها في طبق تاني علشان تصفي المية منها. الزبدة دي كمان بتتباع بالكيلو، لو حابة تبيعيها بالكيلو. واللبن ده بتعملي منه احلى معجنات. شرش الجبنة ده اللي نزل معانا في الطبق حطيته في حلة وهغليه على النار. تعالي نوزن الزبدة اللي طلعت معانا مع بعض. طلعت معايا 1292 جرام، يعني هنقول كيلو وربع. الشغل ده كله كنت عاملاه على الساعة 12 بالليل، وده كان شكلها تاني يوم الظهر، يعني بعد ما فات عليها 12 ساعة. خلي بالك الشرش اللي نزل في الصواني انا ما باخدوش لانه طبعا كان مكشوف. وقطعي بقى الجبنة للاحجام اللي تحبيها. الحجم ده كان مناسب وحلو قوي. شايفين الجبنة وجمالها؟ اللهم صل على النبي. طعمها تحفة وزي القشطة وبتدوب دوبان وانت بتاكليها. شايفة بقى لو عملت الموضوع ده مشروع تقدري تعملي بلبن الخض معجنات وبالشرش كمان وتبيعيها بالكيلو. القشطة ممكن تبيعيها بالكيلو وممكن تحوليها لزبدة، وده بيكون حسب الطلب عندك. وممكن كمان تحولي الزبدة لسمنة بلدي، وهتعملي جروب على الفيس وتقولي لكل أصحابك وكل أصدقائك وتعرضي شغلك فيه، وبإذن الله ربنا هيوفقك. ولكل مجتهد نصيب، والشغل كمان عمره ما كان عيب. الكلام أخدنا وما قلتش إن الحصيرة الأولى طلعت منها 1.5 كيلو من الجبنة القريش، ودي كانت الجبنة الموجودة في الحصيرة التانية. زمان كنت بشتري الجبنة علشان أخزن منها ناكل منها طول السنة، بس الكلام ده كان زمان. دلوقتي أنا بعمل الجبنة في بيتي، وكمان بعمل السمنة البلدي، وبخزن الزبدة كمان تفضل عندي طول السنة علشان في أي وقت أطلعها وأعمل منها سمنة بلدي. وكل حاجة بتعمليها طبعا انت ضامنة النظافة بتاعتها. كمية الجبنة اللي طلعت معايا من الحصيرتين كانت 3.5 كيلو من الجبنة القريش. صراحة أنا مش قادرة أحدد الأسعار لأن الأسعار كل شوية بتعلى. ربنا يلطف بينا جميعا. لو ناوية تعمليه مشروع اسألي على الأسعار في المنطقة بتاعتك، وإن شاء الله موفقة حبيبتي. نظف مكاني وأغسل إيدي وتعالوا نشوف الكمية اللي طلعت معانا. 3.5 كيلو من الجبنة القريش، شكلها رائع. وده شكل الاوردر وانت بتطلعيه هتغلفيه بالشكل ده. طبعا كنت بغلفه علشان بس التصوير، لكن تعالي اقولك انا هحفظ الجبنة عندي ازاي. غليت شرش الجبنة على البوتاجاز وسبته يبرد تماما، وبعدين صفيته. بعد كده هدوقه واظبط الملح بتاعه، ما ينفعش يكون ناقص ملح. بعد كده هرص الجبنة في العلب معايا وهنزل عليها بشرش الجبنة، وهقطع عليها قرن من الفلفل الاخضر، وهحط كمان قرون من الشطة، وهتاكلي جبنة أحلى جبنة. واحفظيها عندك على رف التلاجة. والأهم من الشغل بقى هو تظبيط الشغل نفسه. الحصيرة لازم تغسليها بعد ما تخلصي شغل وتنشريها بسرعة علشان دايما تكون نظيفة معاكي. أتمنى أكون أفدتكم بأي حاجة حتى ولو بمعلومة بسيطة. وياريت بقى لو وصلتم معايا لهنا ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك معايا في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد.